كبسة إلهام الشهيرة، طبعا غنية عن التعريف. عملتها اليوم بطريقة كتير بسيطة وسهلة، ورح أعطيكم رأيي فيها بآخر الفيديو. أول إشي بطنجرة على النار رح نحط كمية عنا من الزيت النباتي، وعنا بصل مقطع مفروم صغير، ورح نبلش إنا نحمر البصل لنحصل عنا على هاي النتيجة. رح نحط عنا قطع دجاج منزوعة الجلد، ونبلش إنا نحمر الدجاج مع البصل بهالشكل. رح نبلش عنا هون كمان نضيف تشكيلة من البهارات رح تلاقوها أسفل الفيديو، وتقريبا معلقتين ونص كبار من صلصة البندورة. رح نحركهم كلهم مع الدجاج لحتى تغطيه البهارات والصلصة. بعدين رح نحط عنا مية مغلية ونتركه عنا تقريبا نص ساعة لحتى يستوي معنا. شوفوا هون كيف عنا استوى الدجاج. رح أضيف عليه كوبين من الرز الأمريكي المغسول والمنقوع، تمام. وبعدين عنا نحركه مع الدجاج ونزيد مي. طبعا فكرة الكبسة هاي إنها تكون ميتها زيادة. بعد ما خلصت معنا رح نحطها عنا بصحن التقديم. طبعا فعلا إنها وصفة تستحق التجربة، طلعت أكتر من رائعة وصحتين.